السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل لكم الجاتو شاتو بالكاكاو، حاجة اقتصادية كده في تناول الجميع، وكل حاجة موجودة في البيت، مش هنجيب حاجة من بره. لو كنا مثلا هنشتري بيض او اللبن، اكيد كل المكونات دي بتبقى عندنا، والبيض بيبقى موجود بنجيبه طبعا عشان الفطار عشان العشاء، واللبن طبعا بيبقى موجود للفطار للشاي بلبن، والسكر موجود بتاع التموين، والزيت نفس النظام بتاع التموين، مش زيت من بره برضو. اللي موجود عندك اقتصادية هي اعملي بيه. هنسمي الله ونقول ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا المكون، معانا كوبايتين دقيق بالكوباية المعيارية، الكوباية اللي تعايري بيها كل حاجة. معايا كوبايتين دقيق ونخلتهم وحطيت ذرة ملح. معايا كوبايتين الا ربع سكر عشان طبعا معانا كاكاو خام. معانا 3 حبات بيض. معانا 3 مليانين قوي هرمية كده كاكاو خام. معانا فانيليا. معايا كيس نسكافيه اللي هو السادة دوت. ومعايا كيس بيكنج باودر. هي دي. معايا كوباية لبن. هنشوف بقى هنعمل ايه. وهجيب معلقة خل عشان نسيت احضرها. والنسكافيه ده بلاك، اللي هو الغامق، اللي هو صدى خالص، عشان ايه يديك الطعم ميكس كده بيبين طعم الكاكاو. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هحط البيض واخفقه كويس جدا. بعد كده احط عليه الفانيليا واخفقه، وكل ما احط حاجه احط السكر بالتدريج على 3 مرات واخفقه. بعد كده احط الزيت على مرتين واخفقها. كل حاجه كده اخفقها الاول كذا مره، مش هحط مره واحده المكونات. هنخفقه بقى كده دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. خليكم معايا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا دلوقتي بخفقه اهوت، وانتوا شايفين كده اهو، يعني انتوا شايفيني اهو. افضل اخفق كده وابطل شويه طبعا لغايه ما اللون بتاعه يفتح شويه. خليكم معايا. بعد كده احط السكر بالتدريج برضه. هنا يا حبايبي انا خفقت اهوت، خفقت البيض وحطيت جزء من السكر وهخفقه. بص يا حبايبي، هنا خفقت كل حاجه، كل السوائل السائله مع بعض. اللي هو حطيت البيض الاول خفقته كذا مره، وبعدين حطيت السكر على 3 مراحل وخفقته كويس. طبعا بعد ما خفقت البيض كويس حطيت الفانيليا وخفقت، وبعدين حطيت السكر على 3 مراحل. بعد كده حطيت برضو الزيت على 3 مراحل، عشان كل حاجه تاخد حقها في الخفق، عشان تديكي طعم ونتيجه كويسه، نتيجه ناجحه. وهنا رحت نخلت على الدقيقة، حطيت الكاكاو والبيكنج باودر ونخلتهم مع بعض اهو وقلبتهم. وطبعا ما حطيناش اللبن لسه. اللبن هيجي دوره، هنقول لكم هنعمل ايه. دلوقتي هاخد الخليط اللي انا خفقته على بعضه دوت من غير اللبن، وهصبه على مكونات الدقيق. ناخده خفقه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنصبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يكون باين اهو. هنقلب كده، ننزل كل حاجة نحطها، ما نسيبش حاجة. ده بتضايق أوي لما يكون حد بيصور أكل ولا حاجة، وبعدين يخلي لك نص الحاجة في قلب الوعاء اللي هو هنا كده. يا جماعة حطيت اللبن على البوتاجاز. طبعا احنا قلبنا، لو كانت اللقطة دي ما اتصورتش، قلبنا صبينا المكون السوائل كلها على بعض اللي احنا خفقناها وحطيناها على الدقيق والكاكاو، وفضلنا نقلب فيها لما بقت اهيت عجينه سميكه كده. خدنا اللبن وحطيناه على البوتاجاز، دخل على الغليان كده. هنجيب قطع الزبده مثلجه اهي هنحطها عليه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده عشان تسيح مع بعض. وهنحط عليهم الكيس بتاع النسكافيه اهو عشان يبوش اهو، عشان ايه سريع الذوبان دوت. هجيب معلقه هقلب كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
لغاية الزبدة ما تبوش. طبعا الزبدة مطلعة من الفريزر، واللبن مادام هنحطها من الفريزر مباشرة يكون داخل اللبن على درجة الغليان. اما لو عندك الزبدة بدرجة حرارة الغرفة هتخليه يدوبك يسخن. بتاع دابت اهي باشت. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو اللبن بالزبدة بقى هنصبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو هحطه كله اهو واقلب بقى براحتي. دي كوباية لبن، هنفضل نقلب لغاية ما يبقى ايه السمك بتاعه سمك الكيكة العادي. نفضل نقلب كده بالمعلقة لغاية ما يتجانس مع بعضه. ادوبه بعد كده بقى هعمله وهوريكم هنصبه في الصينية. بصي يا حبايبي، انا بعد ما خفقتها بالمعلقة وحطيت معلقة الخل برضو عشان ما تنسوهاش، وقلبتها كويس اهيت، وجبت صينية عشان احطها فيها، ورحت دهنها بالسمنة ورشيتها دقيق. المفروض تترش بكاكاو، بس بصراحة الكاكاو اللي عندي ما يكفيش. وهي اهو الخليط اهو ما شاء الله بقى عامل ازاي. هصبه بقى في الصينية اهو وانا مولعة الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. بننزل كل اللي في الطبق. متخليش حاجة خالص. المعلقة السيليكون عشان بتنزل اكتر من اي معلقة تانية، بتنضف الطبق كده خالص. بصوا الطبق مفيهوش حاجة ازاي. بنزل كل حاجة. انا نزلت كل حاجة اهي ان شاء الله. هنعمل كده. هنا بقى نعمل الصوص بتاعه، لان ده جاتو شاتو فهنعمل الصوص بتاعه سهل جدا وكلنا عارفينه وعملناه قبل كده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط نص كوباية سكر، ونحط نص كوباية زيت، من كل حاجة نص. بس الزيت ده لازم يكون نوعه كويس عشان دوت مش هيدخل الفرن ولا حاجة، ولا هيشوف السخونية عشان طعمه يتغير، طعمه هيبان. وهنحط نص كوباية لبن. هحط بقى 3 معالق كبار قوي اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم من الكاكاو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بيعادله نص كوباية، كان من كل حاجة نص اهو. ومعايا كده معلقة صغيرة 3 في 1 كده عشان ما عنديش بلاد، هحطه عشان يدي الطعم. دي معلقة صغيرة. هخلط كل الكلام ده بقى مع بعضه. هفضل اخفق فيه لغاية ما يديني يكون سائل سميك شوية كده. لو لقيته تقيل هخففه شوية بشوية لبن. خليكم معايا بقى. بصوا يا حبايبي بعد ما خرجت اهي وطبعا انا اختبرتها بالخله اهي. هنخرمها كده وهسيبها تهدى شويه. مش هنحط اللبن دلوقتي، لما تهدى شويه عشان ما تعجنش. هنا بعد ما بردت اهي يا دوبك هي دافيه. معانا نص كوبايه اللبن
لبن بارد مفيهوش سكر ولا اي حاجه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنوزعه عليها كده. كده حطينا نص كوبايه كلها. طبعا هي دافيه شويه هتتشرب. هنعمل ايه بقى تاني؟ معنا خليط الشوكولاته اهو، بعد ما عملته فضيته وحطيته في التلاجة يجمد شويه. هنوزع عليها بقى كده برضو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش هنحط عفوا مش هنحط الخليط كله طبعا، هيبقى كتير. احنا بناخد بالمعلقه كده لغايه ما نغطيها بس، والسمك ما يبقاش تخين يعني ولا حاجه، يا دوبك نغطي كده كده. نغطي كلها اهي. اهي هي بقى تهدى خالص عشان هي دافيه من تحت كده. احطها في التلاجة شويه الوش ده يجمد شويه، بعد كده نشوف هنقطعها ازاي. ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله، جزاكم الله كل خير. ما تنسونيش في اللايك. نص فاضي اهوت، جزء منها اهي. هسيبها تهدى وبعد كده هقطعها واوريها لكم لما تقطع. بس انا هسيبها تهدى وادخلها التلاجة شويه تجمد كده، وعند الاكل واقطعها ونعملها مع بعض. يلا خليكم معايا برضو لغايه ما نقطعها مع بعض ونشوف هتبقى عامله ازاي. طبعا انا برحب بيكم جميعا. اسعدتوني ونورتوني زي كل سنه. معانا النهارده يعني فنانه عزيزه على قلبي جدا وقلوبنا كلنا، الفنانه الكبيره العظيمه